سألت نفسك قبل كده ايه هو عيد النيروز وليه بنحتفل بيه؟ تعالى بقى اقول لك الحكايه من الاول. عيد النيروز بقى يا سيدي هو عيد اللي بتحتفل بيه الكنيسه في يوم راس السنه القبطيه. زمان كان في عيد الفيضان عند القدماء المصريين، وده كان تاج الاعياد عند القدماء المصريين، لان القدماء المصريين بالنسبه لهم كان النيل هو شريان الحياه. والتقويم المصري ده تقويم قديم مش حديث، استخدام القدماء المصريين وبيرجع عمره تقريبا ل 4241 قبل الميلاد. هتيجي بقى تسالني يعني ايه نيروز؟ هنا بقى في رايين. الرأي الأول إن لفظ نيروز جه من الكلمة القبطية نيارو يعني أنهار، والسبب كده عشان نفس الميعاد ده هو ميعاد موسم فيضان نهر النيل. في رأي تاني بيقول إن نيروز هي كلمة فارسية متكونة من مقطعين، ني يعني جديد وروز يعني يوم، ده معناه اليوم الجديد، وده الرأي اللي عليه إجماع أكتر. والسنة القبطية هي سنة نجمية، والسنة النجمية هي سنة أكتر دقة من السنة الشمسية. والسنة القبطية مكونة من 12 شهر، كل شهر 30 يوم، زائد شهر صغير اسمه نسيم. الشهر ده بيكون 5 أيام أو 6 أيام في السنة الكنيسة. وزي ما بنصلي الأوشية في القداس من يوم 12 بقونة إلى 9 باب، بنصلي أوشية المياه، ومن يوم 10 باب ل 10 طوبة بنصلي أوشية الزروع، ومن 11 طوبة ل 11 بقونة بنصلي أوشية قهوة السماء وزمار النهر. طب هتقولي بقى يا ترى امتى بدأ التقويم القبطي في كنيستنا القبطية؟ بدأ التقويم القبطي بالشهداء في كنيستنا القبطية سنة 284 ميلادية، ودي بقى كانت أول سنة حكم فيها دقلديانوس على عرش الإمبراطورية الرومانية. دقلديانوس في بداية حكمه كان متعاطف مع المسيحيين لحد سنة 286 ميلادية، لحد ما بقى له شريك في الحكم هو ماكسيميان، علشان يكون ماكسيميان هو إمبراطور الشرق. ومن وقتها بقى المسيحيين شربوا من كاس العذابات، وبسبب اضطهاد الشديد للمسيحيين استشهد في عصره آلاف المسيحيين. دقلديانوس اعتبر المسيحيين خارجين عن القانون، واعلن اضطهاده رسمي على المسيحيين. في بدايه سنه 303 اصدر منشور بيؤمر فيه بهدم الكنائس وحرق كل الكتب المقدسه وعزل اي شخص مسيحي موجود في اي منصب واستعباد المسيحيين. وبعدها بسنه سنه 304 اصدر منشور تاني بيؤمر فيه ان المسيحيين يقدموا ذبايح للاوثان واللي هيمانع هيتقتل. وفعلا اصدر الحكم واستشهد على ايده اكثر من 800,000 واحد مسيحي، لدرجه ان استشهد في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء البطريرك ال 17 سنه 311 ميلاديه. وقال يوسابيوس القيصري عن شهداء مصر الوف من الرجال والنساء والاطفال ماتوا ميتات مختلفه محتقرين الحياه الحاضره من اجل تعليم الناس. وفي عصر دقلديانوس كان في والي شرير اسمه اريانوس والي انصنه، قام بتعذيب عدد كبير من المسيحيين، ومنهم الشهيد دولاجي وبضبة الاسقف وغيرهم من آلاف الشهداء. والتاريخ بيحكي ان اريانوس بقى مسيحي بسبب معجزه حصلت له، فآمن بالسيد المسيح وبعت رساله لدقلديانوس بيعلن فيها ايمانه وانه ندمان عن كل العذابات اللي قدمها المسيح. فالامبراطور دقلديانوس امر بقى، ومن هنا فكر اجداد الأقباط ان هم يخلوا راس سنتهم الزراعيه تبقى راس سنه التقويم الجديد، وسموه تقويم الشهداء. وزي ما عيد الفيضان كان عيد مهم للقدماء المصريين، كمان عيد النيروز هو من اهم الاعياد في الكنيسه، لانه هو عيد شهداء مصر، وهو بدايه السنه الليتورجيه. مفيش كنيسه على الارض يقوم تقويمها الزمني على ذكرى شهدائها غير كنيستنا القبطيه. عشان كده كنيستنا القبطيه هي ام الشهداء. وكان التقويم الميلادي ماشي جنب بجنب مع التقويم القبطي للشهداء في الحساب. وزمان كنا بنحتفل بعيد النيروز يوم 29 اغسطس اللي بيوافق يوم 1 توت، ولكن بعد التعديل الغريغوري اللي حصل في التقويم الميلادي سنه 1582 بقى اللي يوافق يوم 1 توت هو 11 سبتمبر. والتعديل الغريغوري اللي بنتكلم عنه في حلقه. طب وليه بقى بناكل البلح والجوافه؟ باختصار يا جماعه ده الموسم بتاعهم هناكله بنت يعني. ولكن الكنيسه حطت لنا تأملات علشان نفتكر فيها سير الشهداء، زي بلحه كده لونها احمر بس دي اصفر من اللي شفنا في الصوره، بس لون البلح الاحمر بيفكرنا بدم الشهداء اللي اتسفك حبا في السيد المسيح، وفي حلاوته بيفكرنا بحلاوه الايمان، وفي صلابته اللي هي صلابه النواه يعني بيفكرنا بصلابه وقوه ايمان الشهداء. اما الجوافه بقى فقلبها ابيض زي قلب الشهداء اللي سفكوا دمائهم من اجل السيد المسيح، وبذورها كتير جدا، وده رمز لعدد الشهداء الكتير اللي استشهدوا على اسم السيد المسيح. وفعلا الكنيسه اتبنت على دماء الشهداء، وزي ما قال علامة ترتيبيان لو كل شهداء العالم اتوضعوا في كفة ميزان وشهداء مصر في الكفة الأخرى
لرجحت كافة المصريين، وقال كمان إن دماء الشهداء هي بزار الكنيسة. بركة وشفاعة كل الشهداء اللي استشهدوا على اسم السيد المسيح يكون معنا آمين.